عصام عمر. حاليا الاسم ده بيتردد كتير جدا، وغالبا لو انت عارفه فاكيد بتحبه، حتى لو ما تعرفوش برضه او اول مره تشوفه هتحس انه بني ادم خفيف على القلب وانت متقبله عادي كأنك شايف واحد صاحبك. وبصراحه انا مش جاي اتكلم عن تمثيله او حتى عن اخر اعماله، انما انا جاي اتكلم على حاجه اهم بكتير، واللي هي ليه بنحب عصام عمر. بس تعالى في البدايه نتكلم عن مسيره عصام عمر بسرعه كده عشان نعرف هو طلع من بيئه عامله ازاي وكافح قد ايه عشان يوصل للي هو فيه دلوقتي. عصام عمر اتولد في اسكندريه وكان شغوف جدا بالتمثيل، وكمان دخل كليه اداب، وفي الكليه كان في قسم للمسرح، وبالفعل راح وقدم فيه وعمل الاختبارات بتاعته، بس في البدايه ما اتقبلش. بس لحسن حظه كان في كذا حد هناك شافه واعجب بموهبته وخلوه يكمل في القسم دوت. اتكلم يلا عدل يلا، اتكلم بأدب لو سمحت، اتكلم بأدب يا ولد. وهو كمل في الموضوع وعمل مسرحيات كتيره جدا لحد ما اتخرج من الكليه، وساعتها جات له فرص شغل كتير بره البلد، وهو بالفعل سافر امريكا بس رجع تاني مصر عشان لسه عاوز يكمل ويعيش حلم التمثيل بتاعه. وده يوريك قد ايه عصام عمر مراهن على نفسه وعلى نجاحه. انا بقولك الراجل ساب امريكا ورجع، انت فاهم؟ اللي هو اي حد اصلا بيتنشأ انه يسافر اي حته بره. يا جدع ده الواحد حتى بيتمنى يروح ليبيا. بهزر طبعا، مصر الكل في الكل، لاننا لا نخشى الا الله يا اولاد ما علينا. عصام عمر ابتدى يظهر في كام اعلان، وابتدى الظهر يضحك له واحده واحده، وبدأ يظهر اكتر ويطلع في مشاهد كتير في مسلسلات. وفي نفس الفتره دي عصام كان داس على نفسه قوي في الافلام القصيره، وهو بصراحه كان عامل عظمه، بالذات في فيلمه شيفت مسائي، واللي كان بيحكي عن الضغوطات اللي بتحصل في شغلانه متعبه زي شغلانه الكول سنتر، الشغلانه اللي بتجيب لك فلوس كتير بس بتسحب منك طاقه وجهد ومجهود كبير، واللي اغلب الشباب حاليا شغالينها. وبالمناسبه عصام عمر كان عامل شغل كويس جدا في الفيلم ده، وانا شخصيا عرفته منه. المهم كان لسه برضه عصام بياخد ادوار صغيره وبيظهر في مسلسلات، بس لسه برضه كان ظهوره صغير وما اتحطش في اي دور بطوله ولا حتى سايد كيك البطل. وفي نفس التوقيت الممثلين التانيين اللي من نفس الجيل بتاعه كانوا مكسرين الدنيا، وهو ما كانش طلع لسه للنور وما كانش اتحط في اي دور كبير، حتى برضه مع كل المشاهد اللي كان بيعملها دي محدش كان واخد باله منه، ومع ذلك هو ما شغلش باله بحد وكمل في اللي هو بيعمله، وربنا كرمه وفتح عليه من واسع. والادوار اللي بتجيله كانت بتكبر تدريجيا، يعني بدل ما كان بيطلع في كام مشهد بس، ما بيتعمل له دور كامل، زي مثلا دوره في سوتس بالعربي، او حتى الاختيار الجزء الثاني، وكمان كان في مسلسل الجسر مع عمرو سعد. ومن اول هنا بقى بتبدا انطلاقه عصام عمر الحقيقيه. ومنصة واتشت بتقرر تاخد ريسك كبير، جمعت مخرج ومؤلف وحتى مدير تصوير عمرهم ما عملوا حاجة قبل كده، لسه الشباب دي كلها جديدة لن، وقررت انها تخليهم يعملوا مسلسل، وكمان قاموا معلين على نفسهم الريسك دوت، وجابوا معاهم عصام عمر في دور البطل. يعني كان ناقص يجيبوني انا كمان اطلع امثل معاهم. المهم ان دي كانت اول مره عصام عمر يعمل دور بطوله، وللناس اللي لسه انا ما جمعتش انا بتكلم على ايه لحد دلوقتي، فانا بتكلم على مسلسل بالطو، واللي حقق نجاح كبير جدا وخلى الناس كلها تتكلم على عصام. ومن بعد مسلسل بالطو ده تحديدا عصام عمر بقى نجم شباك واسمه لمع في المجال، وزي ما تقول كده مسلسل بالطو كان وش السعد عليه. بعدها عصام عمل مسلسلات كتيره جدا كان هو البطل فيها، وحتى كمان عمل افلام كان هو برضو البطل، زي فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، واللي بالمناسبه انا بحب الفيلم ده جدا، لان تحس كده وانت بتتفرج انك بتشوف فيلم اجنبي بس متمصر، يعني كواليتي اجنبي بس معموله بكرو مصري. بس برضه زي ما في حاجات حلوه هو عملها، في حاجات قلشت منه، زي مثلا مسلسل نص الشعب اسمه محمد، مسلسل كوميدي بس ما جاش مع الناس، وبصراحه كده كان اختيار غير موفق من عصام. وساعتها في لقطه حلوه جدا من عصام عمر طلع واعتذر للجمهور بتاعه، ودي حاجه تعرفك معدن الراجل ده، انه لما غلط وعمل حاجه مش نفس لونه او ستايله طلع وما كبرش واعتذر لجمهوره، ومع ان عادي جدا كلنا بشر وكلنا بنغلط، بس هو ما سابش اي مجال للانتقادات. بعدها على طول عصام عمر عمل فيلم سيكو سيكو مع طه دسوقي. بتقول ايه؟ مش عارف، حاسسها مش مريحه وانا بقولها بس ماشي يعني. واللي بالمناسبه عجب الناس جدا ويعتبر صالح بيه الجمهور بتاعه. الواد ده اكتشاف. والفيلم عمل ايرادات قويه جدا وكان مدغدغ الدنيا، ومع ان انا شخصيا الفيلم دوت ما شدنيش قوي عشان كان كله كليشيهيات، بس بصراحه استمتعت وانا بشوفه، وعجبتني الكيمياء الرهيبه اللي كانت بينه وبين طه دسوقي. بعدها عصام عمر قام عامل مسلسل بطل العالم، واللي كان عامل فيه ستايل جديد، كان قايم بدور بطل ملاكمه بس شغال بودي جارد. والمسلسل ده بصراحه ما جاش معايا، هو كان عليه ضجه بس حسيته متكروت والجو بتاعه ما عجبنيش. واكتر حاجه كانت حلوه في المسلسل دوت كان تامر الجيار. برافو حقيقي، برافو حبيبي يا عم تامر والله. خلاص يا جيار كفايه يا ابويا كفايه. صدق انت عارف. ماشي. المهم المسلسل كان افريج، مش المستوى الواو من عصام ولا حتى كمسلسل ككل. بعدها عصام عمر علق على نفسه ونزل عين سحريه مع باسم سمره، المسلسل ده كان قلب الدنيا في رمضان اللي فات، وهو المسلسل اللي كان واكل الجو، وانا شخصيا تابعته وشدني جدا، وعجبني الاخراج والمزيكا والدراما الهائله اللي كانت موجوده فيه، وده طبعا غير اداء باسم سمره اللي كان سبب رئيسي في نجاح المسلسل. واداء عصام عمر برده كان كويس جدا، بس زي ما في ايجابيات في برده سلبيات.
زي مثلا نهايه المسلسل كانت بايخه وكان فيها استسهال كبير، اللي هو خلاص الوضع اتأزم ومش عارفين نعمل ايه، خلاص بقى تعالى نطلع لايف ونفضح الكل. ازاي بقى؟ وده غير اصلا ان اخر مشهد في المسلسل برضه محدش فاهم ايه اللي هيحصل، يعني عملوا نهايه مفتوحه على الفاضي، محدش فاهم منها حاجه، محدش فاهم هل هم عملوا كده عشان بيمهدوا للسيزون اللي جاي اللي هينزل في رمضان اللي جاي، ولا هم عملوا ايه بالظبط. ومشكلتي برضه في المسلسل دوت ان هو كان بادئ بدايه قويه جدا، يعني اول 6-7 حلقات كان عالمي، الريتم سريع وكويس والاحداث ماشيه مظبوط، مفيش تمطيط ولا استعجال. بس بعد كده بقى المسلسل مستواه نزل، يعني بقى في تمطيط في الاحداث والتركيز على شخصيات محدش مهتم بيها وهكذا. يعني المهم دي كانت مسيره عصام عمر لحد دلوقتي، لحد طبعا التسجيل في ميعاد الحلقه. تعال بقى اقول لك من وجهه نظري احنا ليه بنحب عصام عمر. مبدئيا واهم حاجه القبول. عصام ما اتشهرش بسبب قوه تمثيله ولا خفه دمه، عصام اكتر حاجه ميزته عن غيره هي القبول، تحس وشه سامح كده وعينك مرتاحه وانت بتتفرج عليه، وده اللي بيخليك نفسيا تكون مرتاح له وتبقى حابب انك تشوفه. تاني حاجه معانا لان عصام عمر حقيقي ومش متصنع، ودي اهم نقطه خلت الناس تحبه وتتعلق بيه. عصام عمر تمثيله طبيعي جدا، بتحس اصلا ان هو مش بيمثل ولا بقى بيعمل رياكشنات عبثيه ولا بيحزق ولا اي حاجه من كل ده بالعكس، هو تحس اساسا انك بتتفرج على قصه حياه واحد حقيقي، وان كل اللي بيحصل دوت حقيقي ومش تمثيل. بكل بساطه بيعمل السهل الممتنع، بيمثل من غير مبالغه. يعني بكل بساطه تقدر تقول عصام عمر بيقدم نوع التمثيل اللي يخليك تنسى ان ده اصلا تمثيل، وده ان دل على حاجه فهو بيدل على شطارته وموهبته كممثل. وثالث نقطه معانا هي ان عصام عمر شخصيته قريبه مني ومنك، بمعنى ان مش هو البطل التقليدي، يعني مش هو اللي لازم يكون فاهم في كل حاجه، ولا هو الواد اللي عارف القصه ومفاتيحها، ومش هو الواد الغني او حتى الواد اللي عايز يكون على طول روش. مفيش كل الحبشتكنات دي خالص، هو تحس اللي هو عادي، انا مش فاهم حاجه بس قشطه انا هكمل واشوف الدنيا هتودينا على فين، زيه زي اي شاب مننا، وده اللي بيخلي الشباب بيشوفوا نفسهم فيه. وما ننساش برضو ان لولا توفيق ربنا ودوره في مسلسل بالطو غالبا ما حدش كان يسمع عن عصام عمر زي دلوقتي، لان مسلسل بالطو زي ما قلنا كان سبب كبير جدا في ظهور عصام لينا. وبرضو ما ننساش الكوميديا الهاديه بتاعته، هو عصام مش اعظم كوميديان جه في التاريخ، بس كفايه انه بيضحكك من غير ما يحزق، هو بيرمي الافيه بمنتهى البساطه، وجاب ما جابش خلاص عادي مش مشكله، مش يقعد يحلف في الافيه ويجز ويتنطط ويتشقلب عشان يضحكك. انت بتضحك عليا يا شوبير، بتضحك عليا يا شوبير يعني مش وبعيدا بقى عن نقطة الكوميديا والضحك، بس عصام عنده نوع مميز من الكاريزما، تحس عنده كاريزما الصحوبية دي، فاهم؟ مش كاريزما النجم اللي هو مش زي مثلا احمد عز او امير كرارة، بس الكاريزما اللي بتشوفها في اي حد من صحابك، الا لو انت صحابك مجانين يعني. ما علينا، ده بيخلي ناس تحس انه واحد منهم وبيحس اللي هو ابن بلد كده، فاهم؟ واكيد مش قصدي على احمد العوضي ابن بلد وقدوة واسطورة وكبدة نية وكل الكلام ده كله.